تخيل معايا كده لو في ست قررت تحكم مصر زمان في وسط ملوك الفراعنة ولبست التاج الملكي وخلت الكل يناديها فرعون. مش بس كده، دي حكمت البلد 20 سنة وسابت آثار بتتحدى الزمن لحد النهاردة. والقصة دي عن الملكة حتشبسوت، واحدة من أعظم ملوك مصر القديمة اللي غيرت مفهوم الحكم تماما. حتشبسوت كانت بنت الملك تحتمس الأول، ومن وهي صغيرة كانت طموحة وعندها شخصية قوية جدا. ولما مات أبوها المفروض اللي يمسك الحكم ابن زوجة تانية واللي هو تحتمس التاني، بس بعد ما مات هو كمان كان اللي فاضل طفل صغير اسمه تحتمس الثالث. حتشبسوت قالت أنا هحكم مصر لحد ما الولد يكبر، بس مع الوقت بقت هي الحاكمة الفعلية وقررت تعمل حاجة محدش عملها قبل كده. لبست لبس الرجال ولبست اللحية الملكية واتصورت وهي فرعون كامل الأوصاف. طبعا هيجي واحد يقول اتصورت ازاي، هو كان في كاميرات زمان؟ التصوير زمان كانت بتبقى عبارة عن الصور المنحوتة على الجدران، وفي عهدها مصر كانت مزدهرة جدا لأنه ما كانش فيه حروب وكان فيه بناء وتجارة وفي مشاريع عظيمة جدا اتعملت في عصرها. وهي اللي بنت معبد الدير البحري في الأقصر، وعملت رحلات تجارية لمملكة بوند واللي جابت منها البخور والعاج والذهب. لكن بعد ما ماتت الغريب إن تماثيلها اتكسرت واسمها اتمسح من المعابد. في ناس بتقول إن تحتمس الثالث لما كبر حب يرجع مجده فمسح التاريخ بتاعها علشان يثبت إنه هو الفرعون الحقيقي. بس الحقيقة إن التاريخ ما بيتمسحش، وكل حجر في معابدها لسه بيحكي قصة أول ست لبست تاج الفراعنة وقالت أنا فرعون مصر.